إخوته المرافقين له اللي باش يحضروا معنا في هذا النشاط. كما تعلمون الأيام هذه أحد الأيام اللي تعرضوا فيها أهالي سريانة لاعتداء قل مثيله في التاريخ، اعتداء بالرشا لتفريق أو لضرب الاحتجاجات اللي انطلقت في مدينة سريانة رفضا لسياسة التهميش والتفقير والتجويع والاحتقار اللي تعرضت لها هذه الجهة مثل كثير من جهات القطر طيلة مش سنوات بل عقود. وهذه السياسة الممنهجة اللي تعرضت لها هذه الجهات المهمشة كانت تعود لالتساق هذه الجهات بالمقاومة الوطنية العروبية بقيادة صالح بن يوسف، واللي ولدت نقمة عند نظام بوجيبة ووريثه بن علي المرتبطين بالدوائر الغربية والاستعمارية، واللي ضاغوا جهودهم من أجل التنكيل باليوسفيين في الخمسينات والستينات، وتواصل هذا النهج أو هذا الاعتداء الممنهج أو هذه الحملات المتتالية ضد العروبيين وضد المقاومين وضد المناضلين والوطنيين طيلة عشرات السنين. طبعا معنا بعد 14 جانفي وبعد سقوط أو هروب بن علي وانفتاح فترة من الحرية، حرية التعبير، ومهدت أو سهلت الناس أنها معناها فعلا تعبر على موقفها وعلى آرائها. نلاحظ أن الاحتجاجات السلمية لا ذنب لها سوى المطالبة بالحق في التنمية وتوزيع العادل للثروات الموجودة في القطر، فإذا بها تواجه بالقمع الوحشي باستعمال أسلحة محرمة دوليا هي وسائل الرش اللي تستعمل للصيد، وبالتالي معناها هذا الاعتداء هو يتضمن في حد ذاته حجر للجهة كمان. لذلك علاش معناها اخترنا أو جمعية الوحدويين المصريين ارتأت أنها في ذكرى هذه الأحداث أنها تنظم ندوة بعنوان العدالة الانتقالية والحق في الكرامة والتنمية، نظرا لأن كما لاحظتم أن هذه الأيام أن هناك جلسات لهيئة الحق والكرامة، وأن معناها مفاهيم العدالة الانتقالية تنافس في الفضاءات الإعلامية، فإن حتى نبعد عن التجاذب السياسي وعن التوظيف السياسي، فإن العدالة الانتقالية هي تقوم أولا وقبل كل شيء على تحديد المجرمين والمذنبين أن يقوم هؤلاء المجرمون بالاعتراف بجرائمهم أولا، وبعد ذلك نبحث في كيفية المحاسبة. ومن بين معناها الجرائم هذه هي اللي هي جرائم معناها جرائم نظام ضد أشخاص بعينهم، ضد أفراد، ولكن أيضا هي جرائم نظام ضد القاعدة العريضة للشعب الكريم، فهمتي، للشعب المهمش، للشعب المفقر. وبالتالي فإن العدالة الانتقالية تفترض أن يقع رد الاعتبار للشعب أولا، ورد الاعتبار للأشخاص اللي تعرضوا لهذه الانتهاكات والاعتداءات ثانيا، وعلى رأس هؤلاء الأشخاص يعني وعلى رأس التوجهات، على رأس الأشخاص يمكن أن نذكر أيضا معناها يعني رموز التيار القومي، من بينهم صالح بن يوسف، من بينهم رزق الشرايطي، من بينهم الثوار قرصة عام 80، ومن بينهم أيضا التيار القومي وما قدمه من سلسلة تضحيات ومن سلسلة معناها انتهاكات تعرض لها وحصار إعلامي وفكري وثقافي وسياسي، حتى نشوفوا وكثير من الشباب الموجود الآن يستغربوا هم، أو ربما كثير منهم لم يسمع بالطلبة العرب تقدم الوحدويين مثلا في الجامعة.
كثير منهم لم يسمع بالتيار القومي. شكون هم القوميين؟ كيفاش التيار القومي؟ مش معناها ناصري، مش معناها تيار ناصري. موجوده هذا في الشعب الان على الاقل على مستوى الشباب وعلى مستوى التلامذه، يعني موجود شكون الناس اللي عمرها ما سمعوا بان ثم تيار قومي في القطر وخارج القطر. طبعا هذا راجع لسياسه ممنهجه من الحصار الاعلامي والتعتيم والتنكيل لمحاوله الغاء او اقصاء هذا التيار، وكل هذه السياسات لم تنجح بدليل وجود جمعيه الوحدويين الناصريين وغيرها من المنظمات والجمعيات وحتى الاحزاب اللي ترفع لواء هذا الشعار. وايضا هناك شخصيات وطنيه وهناك مفكرين وباحثين وسياسيين كلهم يعني يتبنوا الفكر العروبي والفكر القومي، وبالتالي فان سياسه التعتيم، سياسه تكميم الافواه، وسياسه التقتيل والاجرام لم تنجح في الغاء هذا التيار اللي يستمد شرعيته من التساق افكاره بواقع المجتمع وبتطلعات الشعب العربي سواء في تونس ولا خارج تونس. لذا معناها ارتئينا اليوم ان نقوم بهذه الندوه وهذا النشاط. طبعا معناها سيقع الشروع معناها بعد حين في عرض شريط قصير يذكرنا للي ذاكرته ضعيفه بانطلاق الاحداث في سبيل انطلاق هذه الاعتداءات بالرش، وبعد ذلك سنفتح مجال للنقاش حول هذا الموضوع. وشكرا.